تحتضن الجزائر من 29 أبريل إلى 19 مايو نهائيات كأس إفريقيا 2023 لأقل من 17 سنة، بمشاركة 12 منتخبا منهما منتخبان مغاربيان، وهما البلد المضيف الجزائر والمغرب. وتجرى التظاهرة ب3 مجموعات وفق ما أسفرت عنه القرعة التي أجريت في فبراير الماضي، وتضم المجموعة الأولى الجزائر، السنغال، الكونغو والصومال، ويلعب في المجموعة الثانية المغرب، نيجيريا، جنوب أفريقيا وزامبيا. أما المجموعة الثالثة يتنافس فيها كل من الكاميرون، جنوب السودان، مالي وبوركينا فاسو. وتحدث اللاعب المغربي للناشئين لمنابر إعلامية جزائرية عن حفاوة الاستقبال، في الوقت الذي انتشرت فيه أخبار في وسائل إعلام من المغرب مفادها أن المنتخب المغربي لم يحظى باستقبال جيد، وهذا عكس ما صرح به اللاعب المغربي الشاب الذي قال: حظينا باستقبال رائع، لم تتم معاملتنا بشكل غير جيد، بل بالعكس تماما، الكل فرح ومتفائل، هدفنا هو لعب كرة القدم وصلة الرحم مع الأصدقاء بالجزائر. أما عن المباراة القادمة فقال: جئنا هنا من أجل الفوز، عازمين على تقديم عروض كروية تتناسب مع تطلعات الجماهير المغربية. ما رأيكم بما قاله اللاعب المغربي للناشئين؟ أجيبونا بالتعليقات.